السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غبورات هذه غبرت عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بصحه جيده ان شاء الله، وعواشركم مبروك. الله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه يا ربي، وبطولة العمر وبشي شتيوه ان شاء الله يا ربي ترحمنا بها. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مملحات. هذا فيديو راه كان عندي شحال هذا باش غندير ليه مونتاج، كنت عيانه. قلت نتشاركوا معكم ان شاء الله باش نبداو معكم هكايا حويجات اللي غادي نوجدوا ان شاء الله لسيدنا رمضان. الله يوصلنا ليه والله يبلغنا اياه غير فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا ربي. المملحات ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم المقادير اللي كندير، المعتمدين عندي راه ديجا تشاركتهم معكم. قلت علاش لا نعاود معكم هكايا العجينه او ايضا الشكيلات ان شاء الله اللي غادي نخرجوا منهم. على بركة الله. المهم عندي هنايا غادي ندير في كلشي في العجانة. عندي هنا 250 غرام ديال الزبدة، وعندي كاس ديال الزيت يعني الكاس ديال العنبة، وعندي هنا جوج ديال حبات ديال الكنور، سوا ديال انا كندير وحده حوت وحده بقري، وربعه الفروماجات. وغادي ندير حتى لا موطارد هكايا واحد جوج معالق، ما يكونوش عامرين بزاف، اولا معلقه كبيره عامره يعني تكون عامره مزيان. هنا عندي معلقه ديال العطريه ديال الحوت، معلقه ديال التحميره. العطريه هنايا راه تتبقى لكم على حسب شنو بغيتو نتوما. هنا عندي شونيه حاره تديروا غير نص معلقه، اللي ما كيبغيش الحار كينقصها. عندي هنا الثومه ديال بودر الثومه بودر، درت منها واحد نص معلقه اولا راس معلقه، ومعلقه هنا ديال الزعتر محكوك. والملحه كديروا غير معلقه على حسب، ديروا بحسب هذا الفرomage خلاص. وحتى كنور تيكون مالح. عندي هنايا جوج كيسان ديال اللبن تديروا هذا ديال الكرتونات كيكون خاطر. هنايا واحد شويه ديال قزبور حبوب حتى هو زدته، وزدت واحد شويه من هاد لاصوص ديال الفرomage اللي كنديروا في الكراتان ولا هذا، كانت عندي في الثلاجه درت منها واحد المعلقه كبيره. هذا غير كاضافه زدتها وصافي، يعني ماشي مشكل ماشي ضروري ديروها صافي. هنايا غادي نعبر لكم معايا، غادي نعبر الطحين اللي غادي ندير في هذا القياس. هنايا درت كيلو وربع ديال الطحين يعني في هذا القياس اللي عطيتكم، وخماره وحده ديال الحلوه. صافي كنخدم العناصر مزيان في العجان. هذاك الخليط اللي خلط حتى تيولي عندي هكايا كريمي، يعني كتخدموه مزيان. اولا الا خدمتو في القصريه راه كدلكوا داك العناصر حتى كينسجموا مزيان. فاش كتضيفوا اللبن كيبقى بحال الا مكلل هكا، ولكن غير خليو العجانه خدامه حتى كيولي كريمي. صافي كتبداو تزيدوا الطحين كامل دقه واحده وديك الخميره ديال الحلوه، وصافي كتخلطوا كلشي في العجانه. كنخدمها انا في العجانه. كتردوا البال الا كانت ناشفه كديروا واحد رشيشه ديال الماء. الا جاتكم شويه رطبه كتزيدوا واحد شويه ديال الطحين. يعني نتوما كتحكموا في العجينه ديالكم كيفاش بغيتوها، يعني ما تجيش كتلصق وما تجيش تاني قاصحه حجره. يعني الا جات تاني قاصحه بزاف راه كيجيوكم المملحات هشاش بزاف، يعني تيجيو كيتهرسوا لكم فاش كيطيبوا. هما زوينين كيجيو هشيشين ولكن غيعذبوكم في الخدمه. وحتى العجينه كتعذبكم يعني كتبقى تمزق هكا. هذا هو القياس اللي غادي اللي تحصلت عليه، يعني القياس اللي عطيتكم جاني مضبوط هو هذا. كما قلت لكم نتوما كتشوفوا على حسب الطحين ديالكم. الا جاتكم ناشفه كتزيد واحد رشيشات، الا جاتكم رطبه بزاف كتزيد واحد شويه ديال الطحين. صافي انا غادي نجمعها نردها هذا واحد الاناء هكايا باش نشوفها كلشي داكشي واش نساجم. ديك الزبده اللي كتكون فيها هكا يعني كلشي تكون العجينه منسجمه. الا بانوا لكم طريفات هكا ديال الزبده حاولوا تدلكوها شويه، يعني كتدلكوها شويه حتى كتنسجم مزيان. صافي كديروها في بلاستيكه، يعني كتشوفوا القوام ديالها يعني ماشي قاصح وماشي رطب بزاف، يعني ما كتلصقش في اليد، يعني كتعطيكم الطوع تجي زوينه منين كترتاح. صافي غنديرها في البلاستيكه وغادي نخليها ترتاح، وغنوجد اللاطه ديالي وغنوجد العناصر باش غادي نزين، وكذلك الطوابع باش غادي نطبع ان شاء الله. صافي هنايا بديت كنخرج في الوراقه، يعني العجينه قسمتها على 4 باش تعطيني 4 الموديلات.
صافي كنسرّحها هكا كنخرّجها من الوراقة، كنبقى نسرّح حكا في الأول وكنطوي بحال الشكل ديال لاباط فويتي، عاد كنطلقها تاني بالمدلك وكنخرّجها في الوراقة. هادي ديال هاد الأشرطة هكا اللي كتكون هكا بهاد الطابع ديال بيم، ما ترقوهاش بزاف بحال الأشكال الأخرين اللي كنديرو بالطوابع الصغار، يعني كتخليوها شوية مهبّرة باش تجيكم هي هاديك. صافي نحاول هكا نملّس هادوك البلايص اللي الطراسة هكايا مزيان باش يخرجوا ليا دوك الصبيعات مقادين، وغادي نسوسهم في اللاطة وغادي نعمّر لاطات ديالي. هنايا قطعت هاد الشكل التاني مثلثات، هذا غندير ليه الفرماج. هنايا كنطرب واحد البيضة بشوية الملحة، شوية الصوجا صوص صوجا، كنطربها مزيان وهي اللي كندهن بها وصافي وكنحكو الفرماج. يعني كتاخدوا الحكاكة هكايا كتحكوا الفرماج كامل. هاد الشكل ممكن ديروه مربعات كي كنت كندير معكم بالجرارة، أنا كندير دابا هاد المثلث هكا كيجيني زوين، حتى هو تيجي الشكل ديالو زوين. الطابع كيبقى لكم على حسب الشكل اللي بغيتو اللي عندكم. صافي كتحكوا الفرماج، كترشوا الفرماج كيتواتى مع الزعتر وشوية الحار، واخا درنا الحار في العجينة من الفوق مع الفرماج كيتواتى معاه كيما غادي تشوفوا معايا. صافي حتى كنعمّر هكا مزيان كامل بالفرماج، كناخد واحد شوية ديال الزعتر هكا مصهّد وكنحكو من الفوق وكنرش الحبات هكا كاملين. تيجي داك المذاق بحال المذاق ديال البيتزا يعني بالفرماج والزعتر. صافي وكناخد شوية ديال الحار حتى هو كنرش. بالنسبة لهاد الصبيعات اللي درنا بداك الطابع الأول، كل صف هكا كنقطعو على جوج، يعني كنقسمو داك الباندا تتكون طويلة كنقسموها على جوج، كندهن بداك البياض ديك البيضة اللي مخلطة بالصوجا والملحة وشوية الخل، ندهنوهم كاملين هكا. عاد ندير الزرارع، كنت موالفة كنرش الزرارع كاملين فوقها ديريكت. ولكن الأكثرية كيضيعوا عليا كيطيحوا من الحبات هكا ما تيتبتوش مزيان. وليت كندير هاد الطريقة كيجيو لاصقين الزرارع، كيجيو مشبعين بالزرارع، يعني كل وحدة كتلقاو فيها الزرارع ديالها شادين فيها. كناخد بيضة وحدة درت ليها شوية د الزعتر شوية الحار وطربتها مزيان وشوية الملحة باش يجيو دوك الزرارع هكا مملحين وبنان. كنخلّط هكايا كنزيد الزريعة ديال نوار الشمس وكنزيد حتى الزريعة ديال القرعة وشوية ديال الحبات ديال الصانوج، الحبة السودا، هاذيك كتعطي واحد المذاق زوين. هاذيك غير ما تكتروهاش، بغيتو تزيدو الزنجلان البياض الزنجلان العادي، زريعة الكتان، هنا كيبقى لكم اللي عندكم كتخلطوه في الزرارع. المهم يتلبس لينا بداك بياض البيض اللي درنا، تيتلبسوا الزرارع كاملين كما كتلاحظوا حتى كنحس بهم كلهم تلبسوا. وكنبدا نسرح هكايا فوق هاد الباندات هكايا ديال العجينه، وكنحاول نوزع هكا بالتساوي باش يجي كلشي هاز قياسو ديال الزرارع. راه كنرش غير عشوائي ولكن كنحاول نقاد باش كل دوك الباندات يجيو كلهم ملبسين بهذاك الزرارع اللي درنا. صافي كنحاول نثبتهم ها شويه هكا. الدور ديال داك البيض اللي دهنا في الاول تيجيو الحبه ديال العجينه كتجي كلها لون واحد فاش كتحمر ياك. عاده كديروا هادو تيتبتوا بداك بياض البيض كيتبتوا مع العجينه. صافي كنحاول نقادهم كامل هكا. الفران تيكون ديجا سخون، ضروري تيكون سخون قبل، تنقصوا عليهم البوطه باش يجي الطياب ديالهم متساوي يعني من الداخل ومن على برا وتيجي فيهم ديك التقرميشه زوينه. صافي كنحاول نقاد كامل هكايا داك الزرارع، كنشوف البلايص اللي ما فيهمش حتى كنكمل داك الكميه اللي عندي كامل كنعمرهم. وهكا كتضمنوا دوك الزرارع ما كيضيعوش ليكم ما كيطيحوش من، حيت واخا كدهنوا وكترشوا وكتعاودوا دهنوا فوق منهم ضروري كيطيحوا. هاد الطريقه الصراحه جاتني زوينه وليت كنديرها، يعني وليت نخدم بها بزاف في الزرارع كاملين، يعني كنحاول هكا باش يتبتوا. صافي عندي هادو ديال لي تويل حتى هما كندهنوهم بغير بداك الخليط ديال البيضه مطربه مع الصوجه وشويه الخل والملحه، نمسحوهم هكا شويه بشويه كل حبه بوحدها. صافي كندوز عليهم مزيان حتى كيتدهنوا حتى هما كاملين باش منين نتبتوا فيهم اللوز يتبت فيهم مزيان. هاد الشكل ديال لي تويل حتى هو كيجي زوين لا في الشكل وفاش تعمروا باللي بغيتو.
وتشاركت معكم اشكال اخرين. يعني المجال ديال هاد المملحات راه بحر ما شاء الله. الطوابع تيكونوا كتنوعوا فيهم حتى باش كتعمروا كيكون على حسب شنو عندكم كتنوعوا فيهم. مكسرات، زرارع، اي حاجه بغيتو تدخلوا فيها كتدخلوهم فيهم. كيجي ديك البنه ديالهم زوينه. صافي كنتبت هذوك الحبات ديال اللوز هكا كلهم في الجنب حتى كنعمر لاطا ديالي كامل. ومن بعد غادي نتبتو الحبه ديال الحمص. داك الحمص اللي كيكون رطب اللي كيكون تباع عند مالين هادشي ديال العطار. عند العطار زعما داك الحمص الرطب ماشي داك التركي، ماشي الحمص ديالنا العادي اللي كيكون مقلي عند مول الزريعه. هذاك تيكون رطب منين كيدخل الفران كيزيد يتحمر كتعطي واحد التقرميشه زوينه يعني ما كيجيش قاصح وكيعطي ديك البنه ديال الملوحه زوينه. صافي كنزيد وحده حبه كل حبه حدا حبه ديال اللوزه حتى كنكمل الصفوفه كاملين هكا. وغنرش عليهم واحد شويه ديال البافو بحال هكا لمسه وصافي ديال التزيين. صافي حتى هما غادي ندخلوهم للفران حتى كيطيبوا. والشكل الاخير ما صورتوش معكم العجينه اللي بقات ليا. زدت فيها الزعتر وزدت فيها الفرomاج وزدت فيها شويه ديال الحار ودلكتها مزيان ودرتها بودانات ودخلتها الفريغو. فاش خرجتها قطعتها هكايا كما كتلاحظوا كنقطعها رقيقه وكنحط في اللاطه. هذه ما خدمتهاش معكم. هذا ممكن ديروا الزيتون، ممكن ديروا هكا تدهنوها بالكيتشوب اولا بمطيشه ديال الحك. انا كناخذ الهريسه، ماشي الهريسه، التحميره وديك الشونيه الحمراء، الشونيه حاره يعني اللي كتكون هكايا غبره. وكندير معاها شويه ديال قولوا نتوما الكيتشوب هكا باش يترخف. صافي وكنطربها مزيان. صافي وكندهن بها واحد الطبقه رقيقه وكنلوي وكترشوا فوقها حكه قبل تترشوا فوقها الفرomاج وكتلويوها هكايا وكتدخلوها حتى هي المجمد. وديال الزيتون كذلك كتاخذوا الزيتون كتغسلوه مزيان بالماء السخون حتى كتحيد منه الملحه كتنشفوه وكطحنوه مع شويه ديال الزعتر واحد شويه ديال زيت الزيتون وكدهنوا واحد الطبقه رقيقه حتى هو وكتلويو وكتدخل حتى هو المجمد حتى كيجمد وكتقطعوا هكا رونديلات هكايا تيجيو بالمذاق الزيتون والاخرين كيجيو بالمذاق الحار. هادو جاوب غير بالمذاق ديال الفرomاج والزعتر والحار يعني جاو شويه حارين يعني جاو المذاق ديالهم زوين. هادو بعد ما هاد البانطات بعد ما طابوا صافي هذه هي المرحله اللي كتعجبني. كنجلس حتى تيبردوا وكنبقى نفكهم هكايا كيجيو زوينين الصراحه كما لاحظتوا. يعني ما كتضيعوش في دوك الزرارع. كانت اللاطه كتكون تجيني عامره بالزرارع كيطيحوا منهم كما تلاحظوا يعني هكا تيبقاو ثابتين حتى فاش كتفكوهم يعني تتلقاو الزرارع لاصقين على الحبه ديال المملح كما كتلاحظوا يعني لاصقين ما كيتحيدوش. وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. نتمنى الفيديو يعجبكم وما نكونش طولت عليكم ويكون الشرح هو هذاك. المهم بالنسبه للمقادير راه لاحظتوا لاباز هو اللي كنخدم به ديما. كنقدر نغير في دوك التنسيمات اما العجينه كتبقى لاباز هو وكيبقى لكم الاختيار ثاني في حوايج اخرين الا بغيتو تدخلوهم. بغيتو تقسموا العجينه من الاول وكل وحده كديروا ليها حاجه عندكم الاختيار كما قلت لكم في داكشي اللي عندكم تخدموا به. صافي فاش كنكمل هكايا هادو كنفكهم كاملين صافي كنعبر القياس اللي بغيت. وهادو ديال الفرomاج حتى هما بعد ما طابوا كتكون فيهم كما قلت لكم واحد القرميشه. ضروري الفران في الاول انا كنشعل الفوق والتحت وكنقص غير نشوفهم بداو تيتنفخوا شويه وكتدخلهم الطياب كنطفي الفوق وكنقص العافيه لتحت وكنخليهم ينشفوا على خاطرهم يعني باش يتحمروا مزيان ويطيبوا معكم باش يجيو مقرمشين وبنان وما يتحرقوش. الا تحرقوا ثاني كتكون فيهم واحد المروره خايبه. من الاحسن تكون داك الطياب ديالهم في الحد في القد يعني محمرين وطيبين ولكن ما يكونوش محروقين. وهادو هما الشكيلات ديالي بعد ما طابوا بعد ما وجدوا. نتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله ونخلي لكم حتى الثمن ديالهم. دابا كندوزهم ب 130 درهم الكيلو لهاد الاشكال اللي كتلاحظوا. يعني الا كان شكيلات اخرين اللي كيكون داخل فيهم اكاجو البيستاش هكايا كركاع اللي ديجا صورت معكم واحد الخطره.
هادوك تيكون الثمن ديالهم واصل ل150 درهم الكيلو، وهذا الشيء اللي كاين. عواشركم مبروكة، نخليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.